الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الملائكة اليوم خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، كما خلق الإنسان من طين وخلق الجن من نار. خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من نور، وهم ماشي إناث وماشي ذكور. كثير من الناس كيغلطوا يظنوا أن الملائكة هم إناث، هم لا إناث ولا ذكور، لا إناث ولا ذكور. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. إذن شيء خطير على العقيدة أن الإنسان يظن أن الملائكة إناث، هم لا ذكور ولا إناث. رئيس الملائكة هو سيدنا جبريل عليه السلام، هو أكبر الملائكة، يعني أعظمهم عند الله تبارك وتعالى درجة هما جبريل، إسرافيل، عزرائيل، وميكائيل. والله تبارك وتعالى أعطى الملائكة مهام، فسيدنا جبريل كينزل الوحي، سيدنا إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، النفخ في الصور كيتسنى هو قابض على الصور وكيتسنى حتى ينفخ النفخة الأخيرة باش يموتوا الناس كاملين. وسيدنا مالك اللي هو مكلف بالنار، هو خازن النار، هو مالك. ثم كاين ملائكة اللي هم مكلفين مثلا عدد الأوراق اللي كيسقطوا من الأشجار إلى غير ذلك. هناك ملائكة حافظين، يعني كيحفظوا الإنسان من شر الشياطين ومن أذاهم. هناك سيدنا ميكائيل مثلا مكلف بالأمطار إلى غير ذلك من المهام اللي مكلفين بهم الملائكة. إذن الله تبارك وتعالى كيقول: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن إذا كان الإنسان عنده الاختيار بين فعل الخير وبين الشر، بمعنى أنه يقدر يعمل الخير يقدر يعمل الشر. أما الملائكة فهم مجبولون على الطاعة. كنقول مجبولون على الطاعة يعني ما يختاروا إلا الطاعة، ما يختاروش المعصية. ما كاينش شي ملك كيعصى. أما اللي قالوا أن إبليس كان طاووس الملائكة وكان ملك، هذا غلط. إلا الله تعالى كيقول في إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدل. هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف. إذن إبليس ما كانش ملك وما كانش طاووس الملائكة، بل هو كان مع الملائكة كيعبد الله تعالى، ولكن كفر. تعرفوا الحكاية. إذن ما كاينش ملك كيعصي الله تبارك وتعالى. والملائكة كما قلت عندهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وكاين اللي عنده أكثر، بحال سيدنا جبريل عنده 600 جناح. سيدنا جبريل عنده 600 جناح، كل جناح كيسد ما بين المشرق والمغرب. لأن جبريل قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة في بلاصة في السعودية الآن اللي كتسمى أجياد، قال ليه: أدعو الله أن تراني على صورتي الحقيقية، يعني ادعو الله تبارك وتعالى باش تشوفني على حقيقتي. لأن سيدنا جبريل كان كيجي على شكل هيئة رجل، كان كيجي مشكل على هيئة رجل إنسان مؤمن، ما يجيش على هيئة كافر وما يجيش على هيئة امرأة، يجي على هيئة شخص مسلم. ولكن ما كياخدش آلة الذكور والإناث، يعني آلة الذكور والإناث ما كيوش عنده ذكر مثلا ولا لا، كيبقى عنده لا ذكر ولا أنثى، ولكن الصورة الخارجية كان صورة إنسان. تعرفوا قصة سيدنا عمر اللي قال في الحديث: إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. إذن من اللي حكى سأل سيدنا محمد أسئلة وجاوبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرف سيدنا جبريل سألهم قال لهم: عرفتوا شكون؟ قالوا لا. قال لهم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني كان كيسول النبي والنبي كيجاوب باش الصحابة يتعلموا. إذن سيدنا جبريل ملي ظهر للنبي سيدنا محمد دعا الله تبارك وتعالى، ظهر سيدنا جبريل على صورته الحقيقية وبين غير جناح واحد، جناح ديالو ساد ما بين المشرق والمغرب. النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا الموقف وغشي عليه، يعني طاح في الأرض ما عقلش. علاش؟ لأنه عظم الخلق ديال سيدنا جبريل، وملك واحد
إلى سلط الله تبارك وتعالى على أهل الأرض كلهم، ما يخلي فيهم حتى شي واحد. وسيدنا جبريل لما رسول الله تبارك وتعالى باش يعذب القرى بريشة واحدة، ماشي جناح، بريشة واحدة هز القرية كلها حتى السماء، حتى سمعوا الملائكة الكلاب كينبحوا والديكة كيصيحوا، وقلب هذيك القرية كلها على عاقبها. إذن الملائكة عظام وأقوياء وما كيديروا غير الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي طلع للسماء في المعراج ونزل قال أذن لي، يعني الله تبارك وتعالى أذن ليه باش يوصف واحد من الملائكة اللي هازين العرش، لأنه هازين 4 اليوم، ويوم القيامة يهزوه العرش يهزوه 8. قال أذن لي أن أصف واحد من الملائكة من حملة العرش بين شحمة أذنه، يعني بين هذه البلاصة ديال شحمة الأذن وبين الكتف مسيرة 600 عام من خفقان الطير. 600 عام والطير غادي كيخفق، يعني كيطير بواحد السرعة كبيرة، عاد 600 عام هو كيطير، عاد يقطع المسافة ما بين شحمة الأذن وما بين الكتف. هذا غير ديال هذاك الملك، ما بين شحمة الأذن وما بين الكتف ديال هذاك الملك، فما أدراك يعني بالطول ديالو كامل، بالطول ديالو كامل. إذن خلق الله تبارك وتعالى عظيم، وهذو هما الملائكة. والحاجة نعاود نأكد عليها أن الملائكة ماشي إناث وماشي ذكور، لأن اللي يعتقد أنهم إناث هذا كفر والعياذ بالله تعالى. هادشي اللي قالوا العلماء، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم.